لنفس الإنسان بيشيلك من كرسي المشاهدة ويحطك مكان البطلة بالعافية، يخليك تحس بارتباكها، بضياعها، بخوفها وبعدم تصديقها. تخيل إنك فجأة لقيت نفسك وسط ناس بيقولوا إنك شخص تاني، ليك اسم غير اسمك وحياة غير حياتك ومسؤوليات أنت عمرك ما عشتها، وكل ما تحاول تشرح وتصرخ وتدافع يضحكوا أو يتجاهلوا أو يعملوا إنك بتبالغ. وده سر جمال بيليندا. الفيلم مش مجرد قصة غريبة، ده فيلم بيهز ثوابتك، يخلي الأسئلة اللي عمرك ما سألتها تطلع فجأة زي عفريت من الأمقم. ليه بنعيش بالشكل ده؟ هل حياتنا ثابتة فعلا ولا هشة ممكن تتغير من لقطة؟ ومين فينا يعرف نفسه كويس قوي لدرجة إنه يقدر يثبت إن ده هو مهما الدنيا اتشقلبت حواليه؟ الموسيقى التركية الهادية، الإضاءة اللي فيها شبه من عالم الحلم، والشخصيات اللي بتتعامل مع بطلتنا كأنها جزء منهم من سنين، كل ده بيخلق حالة غريبة جدا، حالة إنك متأكد إن اللي قدامك غلط بس اللي حواليك بيحلفوا إنه صح، حالة إنك فاكر ماضي لكن الدنيا كلها بتقولك ده وهم، حالة إنك واقف بين عالمين ولا قادر تروح ولا قادر تهرب.